تم القبض على البلوجر بسكوتة بسبب محتوى خادش للحياة. شفت اللي حصل؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك. بيقول لك تم القبض على البلوجر اللي اسمها بسكوتة بسبب انها بتنزل فيديوهات خادشة للحياة، وبالتالي طبعا المحتوى ده بقى مرفوض من وزارة الداخلية وبخصوص الدولة. والحاجات اللي احنا بنشوفها دايما ان اي بلوجر بيقدم فيديوهات خادشة للحياة بلبس مثير، بأيا يكن الحاجة اللي هو بيعملها تكون فيديوهات واصلة انها خادشة للحياة، فبالتالي بيتم القبض على هذا الشخص فورا. فنصيحة لكل منشئين المحتوى البنات: ما تعملوش محتويات خادشة للحياة علشان ما تضريش نفسك، ولما هتضر نفسك هتخسري اهلك واصحابك وكل الناس اللي حواليكي وشكلك في كل مكان وقدام كل الناس اللي عارفاكي. فيا جماعة، أمانة أمانة لمنشئين المحتوى البنات، بلاش تعملي محتوى خادش للحياة، وبلاش للشباب برضو يعملوا محتوى خادش للحياة أو ألفاظ خادشة للحياة، علشان خاطر هيتم القبض عليك فورا. فإحنا ما يرضناش الضرر لأي حد. فيا جماعة، نصيحة من أخ صغير أو أخ كبير ليكم، مش علشان شوية مشاهدات وشوية فلوس ما لهمش لازمة، والله العظيم بيروحوا في ثانية مهما كان المبلغ اللي جالك. صدقني بتحس إنها ملهاش لازمة. فهي تقدم حاجة كويسة الناس تحب تتفرج عليك بيها وما يتقالش عليك كلمة مش كويسة، أفضل من إن أنت تقدم حاجة رخيصة وحاجة سهلة ويتقبض عليك كمان وتتضر في كل حياتك اللي جاية. فاستنوني في كل فيديوهات تانية كتير، وما تنسوش اللايك والشير والفولو. واللي مش عامل لي فولو، أهم حاجة يعمل فولو وشير كتير للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.